يا لهوي، دايما بحس انه في اتنين اسراء جوايا طول الوقت بيتخانقوا مع بعض، اسراء المصريه واسراء السوريه، والنهارده اسراء السوريه هي اللي فاقت يعني صحيت. ركزوا معاها عشان ما تهوش منها. اسراء السوريه اليوم بدها تاكل محشي بالسوري يعني محشي بالمصري، طبعا مش مضطره اقول لكم. مش دي المشكله انه المحشي المصري حرفيا مختلف تماما في الطعم عن المحشي السوري. استنوا، انا لازم اعرفكم انتوا الاتنين على بعض. المحشي المصري لازم يكون فيه خضره، شبت، كزبره، بقدونس، بس المحشي السوري ما فيه ابدا خضره، بس فيه رز ولحمه مفرومه وشويه بهارات. وهي دي الاكله اللي احنا هنعملها النهارده، محشي كوسه على الطريقه السوريه. لو عملت اي حاجه غلط ماما هي السبب، عشان ماما هي اللي قايله لي الوصفه. المكونات: رز، ولازم يكون منقوع عشان انا ماما حرفيا هزقتني وغسلتني وبهدلتني عشان تبين لي انه اسراء انقعي الرز. حط بقى على الرز لحمه مفرومه. معلش يا جماعه المصريين اللي بيتفرجوا،